سلام بنات، اجيو معايا نحضروا التشيز كيك بالنكهه ديال البيستاش. اول حاجه كناخذوا بسكوي، اي بسكوي اي نوع عندكم. طحنتو على هذا الشكل، ضفت عليه واحد ديسير كراميل، واحد 4 كاس ديال الزبده. كنخلطوا هاد المكونات وكنديرهم كطبقه اولى. من بعد كنحضروا الطبقه الثانيه، كنحتاجوا فيها نصف لتر ديال الحليب، كنحتاجوا 3 المعالق كبار ديال النشا و3 المعالق كبار ديال السكر وواحد فاني. صافي من بعد كنخلطوا هاد المكونات، كنديروا معلقه فيه مهيله حتى كيبدا الخليط كيعقد، وكنضيفوا عليه جوج بيرلي على هاد الشكل وصافي. وكنديروهم كطبقه ثانيه. من بعد كندخلوا للثلاجه وكنحضروا الطبقه الثالثه اللي فيها نسيت الحليب تقريبا 3 الكيسان، 3 المعالق كبار ديال النشا و3 المعالق كبار ديال السكر. كنخلطوا المكونات مزيان على عافيه مهيله حتى كيعقد لينا الخليط، كيعقد واحد شويه. وكنضيفوا عليه جوج ياغورت بنكهه البيستاش وشويه ديال نكهه البيستاش، وكيكون هذا هو الشكل ديال التشيز كيك ديالنا. كيجي لذيذ بزاف والقوام ديالو رائع.